السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ركز معايا يا غزال، النحو كله بتاعك في 26 فكرة، في 26 فكرة، ركز معايا يا غزال. أول حاجة صديقي، أول حاجة صديقي التركيز على الهمزات، التركيز على الهمزات. طيب قبل ما أبدأ، أنا عندي واو عليها همزة في حالة الرفع، همزة على نبرة في حالة الجر، همزة على السطر في حالة النصب. طيب انا هعرفها ازاي؟ هعرفها من الاعراب. الراجل بيقول لي حدد الرسم الاملائي الصحيح للكلمتين اللتين تحلان محل الوقايه منه وملاقاته. تمام، انا هشوف دول اعرابهم ايه هنا وابدا اتعامل. بيقول لك قد يداويك من المرض الوقايه منه. انا مش عندي فعل، اساله سؤالين، مين وايه. قد يداويك، مين اللي يداويني؟ الوقاية منه، يبقى هنا اعرابها ايه؟ فاعل، فاعل ماله؟ مرفوع. يبقى انا كده اول كلمة عندي اللي هتحل مكان الوقاية منه، انا بدور على الهمزة على واو. ادي واحد عندي، دي مش معايا، دي مش معايا، دي مش معايا. طب انا كده يعتبر الاجابة اتجاوبت، بس اكمل. ولا ينجيك من الموت الا ملاقاته. طيب انا عندي الا ولا، نفي واستثناء، قلت لك تعمل ايه؟ شيلهم. يبقى ينجيك من الموت ملاقاته برضه فاعل مرفوع وشكل همزه في الرفع، قلنا على الواو، يبقى انا اختياري الف. اللي بعد غزال، الراجل بيقول لي استحسنت راي معلمين، استحسنت راي معلمين وهم يلقون ايضاحا على احدى المسائل العلميه. هو راجل عايز المحل بتاع معلمين وايضاح. استحسنت، مين اللي استحسن؟ انا استحسنت ايه؟ راي، راي جايه كلمه نكره، جايه كلمه نكره، جايه بعدها معلمين كلمه بها ضمير تعامل معامله المعرفه. نكره زائد معرفه يديني مضاف اليه ماله يا صديقي؟ مجرور، وشكل همزه في الجر قلنا على ايه؟ على نبره. يبقى انا كده معايا ايه؟ معايا الف وب، دال وجيم مش معايا. نكمل. وهم يلقون ايضاحا، انا مش عندي فعل، مين وايه؟ يلقون، مين اللي يلقون؟ هم. يلقون ايه؟ ايضاحا، يعني مفعول به منصوب، شكل الهمزه في النصب قلنا على سطر، يبقى انا اجابتي ب. ركز يا غزال. اللي بعد التركيز على مخاطبه الجمل. السؤال دوت يا اما بيجي لي اختيار يا اما بيجي لي مقالي. سؤال لذيذ في كام حاجه عايز اوضحها لك. الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي صيغ او صيغ من الجمله السابقه جمع مؤنث سالم. حلو. الذي يدعو ربه مخلصا يحظى بالاجابه. الذي اسم موصول، طب الاسم الموصول بتاع جمع المؤنث السالم ايه؟ اللاتي او اللائي. خلاص ماشي. عندي يدعو ويحظى، معتلين الاخر، واخد لي بالك؟ معتلين الاخر. وانا قلت لك قاعده جميله جدا لما كنت بشرح لك الاوزان، قلت لك ان يفعل حته وزن كمان بالمره، يدعو، يدعو على وزن يفعل. قلت لك مع جمع المؤنث السالم انا كل اللي بعمله ما بشيلش حرف العله زائد النون، النون النسوه، زائد نون ايه؟ نون النسوه. يبقى كده هتبقى اللاتي يدعون. نفس الكلام مع يحظى، اخرها حرف عله، اخرها حرف عله زائد النون، يبقى يحظين. يبقى هي يا صديقي يحظين. طب لو سألني في الوزن في الاختيارات بعمل ايه؟ زي ما قلت لك، مش يدعو على وزن يفعل، اخرها حرف عله، بخاطب جمع مؤنث سالم، تمام، يبقى انا ما اشيلش حرف العله، اسيبه زي ما هو زائد نون النسوه، يبقى وزن الفعلين عندي يفعل. اللي بعد المخلصون يرضون بما يصلج الصدر من النقد البناء. بيقول لك عند جعل المبتدا جمع مؤنث سالم، عند جعل المبتدا جمع مؤنث سالم، نفس الفكره بتاعت اللي فوقيها. هرجع الفعل ده الاصل، يرضى بما يسلج الصدر من النقد البناء، يرضى اخرها حرف عله، هسيبه زي ما هو مش هشيله، زائد نون النسوه يبقى يرضين.
تبقى المخلصات يرضين. المخلصات يرضين. اللي بعده ده كده بالنسبه للايه؟ للتحويل، يا اما مقالي يا اما اخر. ركز لي بقى على اسم التفضيل، لان انا ده بسميه السوسه. اسم التفضيل، الراجل بيقول لي صاحب الخلق الرفيع احسن مواطن. طب قبل ما اخش بس في اسم التفضيل، انا عايز اوضح لك حاجه صغننه كده. ايه هي؟ انا عندي اسم التفضيل على وزن افعل او فعل، المؤنث بتاعه، او خير او شر او حب او حب. حلو الكلام. صغ المثنى في الجمله السابقه. طيب، صاحب الخلق، صاحب مبتدأ مرفوع، صح؟ حلو. لما باجي احط لها الف ونون عشان بسنيه، المثنى بحط له الف ونون تبقى صاحبان. بس في حاجه، صاحب كلمه نكره جاي بعدها الخلق كلمه معرفه، يعني الخلق هنا يعربها مضاف اليه مجرور، وانا بشيل النون في الاضافه تبقى صاحب الخلق. ادي واحده. الرفيع احسن مواطن، ركز لي بقى. احسن هنا هتبقى احسنان، صح؟ بس دي برضو مضاف، بشيل النون تبقى احسنه. وبعد افعل مضاف اليه مجرور، يبقى مواطنين. يبقى ايه يا صديقي؟ يبقى مواطنين. طب ليه يا مستر انت عربت مضاف اليه؟ ليه عربت مواطن مضاف اليه؟ بالرغم ان انت كنت قايل لي قاعده بتقول لك ايه؟ كنت قايل لي قاعده ان نكره، ان افعل زائد نكره يديني تمييز. ما خد لي بالك بس، خد لي بالك يا صديقي. انا قلت لك قبل كده ان افعل زائد نكره، قلت لك فعلا تمييز. بس النكره دي لو منصوبه ومش نفس جنس اللي قبل افعل، يعني مش من نفس الجنس. طب مش مواطن دي من نفس الجنس صاحب الخلق الرفيع؟ يبقى انا هعربها مضاف اليه. جات لهم 2023 قال لهم اطيب ساعات حياتي ساعه الجلوس الى كتاب. اعرب لي ساعات. معظم العيال عملتها تمييز وفي اللي عملها خبر. طيب ليه انا بقى عربتها مضاف اليه؟ لان هي نفس جنس ما قبلها. طب لو مش نفس جنس ما قبلها تعرب تمييز. تمام. اللي بعده، ان اصبح عند راس الامر احب الي من ان اصبح عند ذنبه. الله، الراجل عايز بيقول لك حاله اسم التفضيل. هي فين اسم التفضيل اصلا؟ احب على وزن ايه؟ افعل. جميل، حلو الكلام. حالته ايه ده معلمي؟ نكره. نكره، حالته نكره. هل هي مضافه الى معرفه؟ لا. نوع الاسلوب السابق، اجمل ما احرزه المرء في حياته علم نعم به فعاش سعيدا. نوع الاسلوب اجمل على وزن افعل. ما احرزه، ما هنا بمعنى الذي. ما احرزه على وزن افعل، بس هنا ديت ده فعل ماضي اسلوب تعجب. فعل ماضي اسلوب تعجب. فعل ماضي اسلوب ايه؟ تعجب. يبقى هنا ما احرزه المرء، هل هي اسلوب تعجب؟ ها؟ انا شخصيا غلط. ما هنا بمعنى الذي، احرزه فعل ماضي. المرء هو مين اللي احرزه؟ المرء هنا يعربها فاعل، دي جمله فعليه عاديه. طيب هو فين بقى الاسلوب اللي هو عايزه؟ اللي هو اسلوب التفضيل. اجمل علم نعم به المرء عاش سعيدا. اللي بعده، التركيز على الفعل اللازم والمتعدي. بص يا صديقي، اللازم يكتفي برفع فاعل فقط لا غير. يكتفي برفع فاعل فقط لا غير. يكتفي برفع فاعل فقط لا غير. طيب المتعدي ينصب مفعول به او اكثر. ينصب مفعول به او اكثر. طيب تعال نطبق البقين دول وامسك الفعل اساله سؤالين، مين وايه؟ مين يديني فاعل، ايه يديني مفعول. الراجل بيقول لي فكر قبل الحديث. مين اللي يفكر؟ انا. فكر انت قبل الحديث.
رفعت فاعل ما نصبتش مفعول. كمل. ولا تردد كل ما يقال. مين اللي يردد؟ انت. تردد ايه؟ كل مفعول به، صح؟ يبقى ده كده متعدي. اذا كفى بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع. انا فين بقى كده هنا الفعل اللازم اللي رفع فاعل الوحيد؟ فكر انت. رفع فاعل مستتر. اللي بعده الفعل جعل. هل هو لازم، ناقص، متعدي المفعولين، متعدي المفعولون به فقط؟ لا. بص يا صديقي، انت عندك جعل ديت من افعال الظن واليقين، وهي من الافعال المتعديه المفعولين. طب تعال نتاكد، وكمان من متعديه المفعولين اصلهم مبتدا وخبر. اصلهم مبتدا وخبر. تعال نتاكد من جملتنا، نتاكد من جملتنا. سبحان من، يعني سبحان الذي. سبحان الذي جعل. مين اللي جعل؟ هو. جعل ايه؟ القلوب، مفعول به اول. جعل القلوب ايه؟ خزائنا، مفعول به ثاني. طب شيل الجمله خالص، القلوب خزائن مبتدا وخبر. اللي بعده جلس مطرقا وراسه بين كفيه، قاعد متضايق. فتذكر ان لديه عقلا وعزما فهب مبتسما يسعى. ميز الفعل المتعدي. ميز الفعل ايه؟ المتعدي. طيب قلت لك هنمسك الافعال نسالها سؤالين، مين وايه. جلس مطرقا، مين مضمومه كسر ما قبل الاخر؟ الله. مين اللي جلس؟ هو. جلس ماله؟ مطرقا. يجي لي واحد بقى فزلوكه يقول لي مطرقا دي مفعول بيها يا مستر. لا يا صديقي، انا قايل لك قاعده قبل كده: نكره منصوبه مشتقه يديني حاجه. طب هي دي مشتقه مستر؟ اسم فاعل، مين مضمومه كسر ما قبل الاخر من غير الثلاثي. طيب يبقى دي كده معايا؟ لا، لان دي كده لازم. بين كفيه فتذكر ان لديه عقلا وعزما. على الحلاوه، على الجمال، وركز لي. على الحلاوه، على الجمال، وركز يا غزال، الله يعزك. فتذكر ان لديه عقلا. الله. مين اللي تذكر؟ هو. ان لديه عقلا ده مصدر مؤول في محل نصب مفعول به. مصدر مؤول في محل نصب مفعول به. طب يا مستر انت قلت لي مصدر مؤول. بص يا صديقي، قلت لك مصدر مؤول لان انت عندك 3 اشكال من المصدر المؤول. عندك 3 اشكال من المصدر المؤول: ان زائد المضارع، ما زائد الماضي، ان واسمها وخبرها. ادي ان واسمها وخبرها. ان ناسخ، عقلا، اسمها، لديه شبه جمله، يبقى دي كده ان واسمها وخبرها. يبقى انا الفعل المتعدي بتاعي تذكر من غير ما اكمل. طب عايز اكمل: هب مبتسما، مين مضمومه كسر ما قبل الاخر يبقى مبتسما حال برضه. التركيز على كم؟ الاستفهاميه والخبريه. التركيز على كم؟ الاستفهاميه والخبريه. الراجل بيقول لي ايه؟ ما نوع كم واعرب ما بعدها. طب قبل ما اتكلم كده، بص يا صديقي كده، خد لي الملحوظه الصغننه دي. كم الاستفهاميه بيجي بعدها مفرد منصوب. حلو الكلام. يبقى كم زائد مفرد منصوب، او حرف جر قبلها زائد كم زائد مفرد. دي كم الاستفهاميه. عكس ذلك يبقى خبريه. كم اباطيل كانت ثم بانت. الله الله الله. نوع كم هنا ايه؟ حاجه من اللي انا قلتها دي؟ لا. يبقى خبريه. ليه خبريه؟ لان جاي بعديها تمييز جمع. طيب اباطيل هنا اعرابها ايه؟ اعرابها تمييز مجرور بالفتحه. ايه ده يا مستر؟ مجرور بالفتحه؟ يا صديقي، مجرور بالفتحه لان كلمه اباطيل صيغه منتهى الجموع، ممنوعه من الصرف. طب ايه هي صيغه منتهى الجموع؟ هي كل جمع تكسير ثالث حرف الف جاي بعديه حرفين او 3. اللي بعده: حدد جملة واحدة مما يلي تحتوي على كم الاستفهامية. أهو معاك القاعدة، خلي الجملة ترد عليك. أدي القاعدة، خلي الجملة هي اللي ترد عليك. قلنا بيجي بعديها مفرد منصوب أو حرف الجر إيه قبلها. تعال نطبق الكلمتين دول. معاك قاعدة، خلي الجملة هي اللي تنطق مش أنت.
ما تفكرش في الغلط. كم من معايا؟ لا. كم غادر الشعراء؟ لا. كم من برضه لا، حرف الجر جاي بعديها. كم قصة. كم زائد مفرد. اللي بعده بقى إجابة 4. التركيز على بخاصة وخاصة وخصوصا وما بعدها. طيب الراجل بيقول لي إن على المخلصين وبخاصة شبه جملة مقدم في محل رفع خبر. أهل يبقى مبتدأ مؤخر. نكمل. يبقى أنا كده أفهم إيه؟ أفهم إن بعد بخاصة ديت بعدها مبتدأ مؤخر. بعدها مبتدأ مؤخر. ليه بعدها مبتدأ مؤخر؟ لأن هي شبه جملة مقدم في محل رفع خبر. طيب نقدر أبناء الوطن خصوصا ذوي. هو عايز هنا إعراب خصوصا. طب إعراب خصوصا إيه؟ بص بقى يا صديقي، إعرابها ثابت. مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أخص. يبقى إعراب خصوصا لوحدها مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أخص. طب ما بعدها؟ ما بعدها مفعول به منصوب. ما بعدها مفعول به ماله يا صديقي؟ منصوب. طب ذوي هتتنصب بإيه؟ هتتنصب بالياء لأنها ملحق بجمع المذكر السالم. لأنها ملحق بجمع المذكر السالم. ماشي يا صديقي. إيه اللي بعده؟ حلو السؤال ده. نركز عليه تاني يا عم الحاج. نركز على تركيز المفعول لأجله، على تحويل المفعول لأجله إلى حال. لذيذة وحلوة. طيب الراجل بيقول لي يجب على الدولة أن تسهم بإبداعها السامي ضمانا لحق الأجيال القادمة. هو فين المفعول لأجله الأول؟ المفعول لأجله عندي كلمة ضمان، نكرة ومنصوبة وبينت سبب وعلة الفعل. ليه قلنا ضمانا هي مفعول لاجله؟ لان هي نكره ومنصوبه وبينت سبب وعله الايه؟ الفعل. طيب انا عشان احولها لحال، ولسه قايل لك قاعده فوق ان الحال نكره منصوبه مشتقه. يبقى انا هجيب من ضمانا ديت مشتقه، اجيبها مثلا على وزن فاعل تبقى ضامنا. اللي بعد ينفق المؤمن ماله راغبا. هنا عايز العكس، عايز الحال مفعول لأجله. فين الحال؟ كيف ينفق المؤمن ماله راغبا المغفرة. دي طبعا بتاعت ابتدائي، بتاعت حضانة، بتاعت كيجي. اقول له رغبة في المغفرة او رغبة المغفرة. اصبحت فيك كما امسيت مكتئبا. الله. ولم اكن جزعا يا أزمة فرجي. الله. فين مفعول لأجله؟ جزعا. طيب احولها لحال، قلنا بنجيبها مشتق تبقى جازعا. اللي بعده اجعل المفعول لاجله حال، بس هنا خصص لي، عايزها جمله اسميه. ركز لي بقى. لما يطلب مني اللي انا احول النعت الحال او المفعول لاجله الحال جمله اسميه، هتمشي لي بالقاعده دي: واو زائد ضمير منفصل زائد نكره مرفوعه. تاني لما يطلب مني اللي انا احول المفعول لاجله لحال جمله اسميه، همشي على القاعده دي: واو زائد ضمير منفصل زائد نكره مرفوعه. طب انا اطبقها ازاي؟ اقول لك اطبقها ازاي. ركز بقى معايا. ركز معايا يا غزال. هو في المفعول لاجله اولا سعيا. طيب ابدا الاول عشان اعرف اجيب الضمير المنفصل اعمل ايه؟ اعرف ايه هو الضمير بس اللي انا هتكلم بيه. اعمله. مين اللي اعمل؟ انا. اعمل انا بكل جد سعيا لطلب الحق. حلو. يبقى انا الضمير المنفصل بتاعي جبته. يبقى اكتب جملتي عادي: اعمل بكل جد واو
الضمير المنفصل اللي انا جبته مين؟ انا وانا. اقف بقى سيك، اراز من 5 كده واشوف سعيا ديت لما اجيب منها مشتقه هتبقى عامله ازاي. هتبقى ساعي. اه، اسم منقوص، والاسم المنقوص في حاله الرفع او الجر انا بعمل ايه في الايه؟ بشيلها، تبقى ساعٍ. يبقى اعمل بكل جد وانا ساع لطلب الحق. اللي بعده سؤال لا غنى عنه في الامتحان، وركز بقى معايا. التركيز على تحويل المصدر المؤول الى صريح واعرابه. انا لسه قايل لك المصدر المؤول، انا عندي المصدر المؤول كام شكل؟ 3 اشكال. ان زائد المضارع، ما زائد الماضي، ان واسمها وخبرها. حلو الكلام؟ ادي المصادر المؤوله اللي عندي. طيب هو الراجل بيقول لي ايه؟ العظمه الحقيقيه ان يدرك المرء اهميه الكلمه في صدقها لا جمالها عند تحويل المصدر المؤول الى صريح. عند تحويل المصدر المؤول الى صريح. فين المصدر المؤول؟ ان يدرك. طيب عشان اكسب وقت اعمل ايه لما احوله لصريح؟ اعملها ازاي عشان اكسب وقت؟ جيب منه المفعول المطلق. يدرك ادراكه، تبقى ادراك. يبقى العظمه الحقيقيه ادراك المرء اهميه الكلمه في صدقها لا جمالها. طب هو عايز يعربها، سهله مع عيني. يا سلام. العظمه كلمه في اول الكلام مبدأ بالف ولام، مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه. الحقيقيه معرفه زائد معرفه يديني نعت بشرط ان تصف ما قبلها، يبقى الحقيقيه نعت. العظمه الحقيقيه مالها؟ ادراك المرء، يبقى خبر مرفوع. اللي بعده يجب على المرء صونا لنفسه ان يجعل طاعة ربه هدفا له. حول المصدر المؤول الى صريح. فين المصدر المؤول؟ ان يجعل. احولها لصريح هتبقى جعل. يجب على المرء صون لنفسه جعل طاعة ربه هدفا له. جميل قوي. راجل عايز اعرابه. حلو. ابدا الجمله من اولها كده واصبر شويه كده على نفسي واشوف الكلمه بتقول ايه وايه الفعل اللي عندي. لقيت الفعل اللي عندي يجب. تمام. وايه مشكله يعني غزال؟ طب بص يا غزال، لقيت يجب او ينبغي او يمكن، يبقى الاسم بتاعهم فاعل مرفوع ثبت. يبقى هنا اعراب جعل ايه؟ فاعل مرفوع. ان من واجبات شبابنا ان يثقفوا. هنا في خلطه كده ماشي. يثقفوا عقولهم. يثقفوا عقولهم. تمام. مش يقفوا عقولهم يعني مش ناقصه. ان من واجبات شبابنا ان يثقفوا عقولهم. حلو الكلام. هو عايز اعراب المصدر المؤول هنا. حلو. انا عشان اعرف مصدر مؤول لازم احوله لصريح واحطه مكان المصدر. اول حاجه لازم اعملها عشان اعرف مصدر مؤول اشيله واحط صريح. ماشي يا عم الحاج، حط صريح. تبقى تثقيف. تبقى ايه يا صديقي؟ تثقيف. حلو. بعدين عملت اللي انت قلت عليه اهو. طيب اقرا بقى. ان من واجبات شبابنا. من واجبات شبابنا جر ومجرور شبه جمله مقدم. شبه جمله مقدم. ان من واجبات شبابنا ان يثقفوا عقولهم. حلو الكلام. من واجبات شبه جمله مقدم. شبه جمله مقدم في محل رفع خبر ان. جميل. تثقيف اسم ان. اصل الكلام ايه؟ ان تثقيف عقول شبابنا من الواجبات. اللي بعده نفس الكلام في التحويل، نفس الفكره بنفس الافكار. تعالى لي بقى هنا التركيز على المعرب بعلامه فرعيه. بعلامه فرعيه. بعلامه فرعيه. بعلامه فرعيه. ينبغي ان نعالج اخطاء ابناؤنا بقلوب ارق وصدور ارحب. الله. الاسم المعرب بعلامه فرعيه هل هو اخطاء ابناؤنا صدور ارحب. طيب واحده واحده.
انا عندي ارق وارحب على وزن افعل. حلو الكلام. وجايين نكر ومش مضافه لمعرفه. ماشي، معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ان من ضمن الممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف لما يجر بالفتحه لازم يبقى نكر ومش مضاف الى معرفه. تاني، ممنوع من الصرف المجرور بالفتحه لازم يبقى نكره ومش مضاف الى معرفه. طيب انا عندي ارق وارحب على وزن افعل. حلو الكلام، وده ممنوع من الصرف، جايين نكره مش مضافين الى معرفه، يبقى انا فين اختياري؟ ارحب. اللي بعده، ليس ذو المروءة بالطاعان ولا اللعان ولا الفحش ولا البذيء. برضو الاسم المعرب بعلامة فرعية. جميل. فين اختياري؟ هتبقى ذو. ليه يا مستر؟ لأن ذو من الأسماء الخمسة يا صديقي، والأسماء الخمسة ترفع بالواو، والواو علامة فرعية. خالصة. اللي بعده نفس الفكرة. لا هنا في تريكايه، تصدق؟ حلو، عجبتني. أنا واحد من الناس كيفتني. الراجل بيقول لك أليس النمام بأسوأ قراء أصحابه فما أكثر ما يثريه من أقاويل تنال من أواصر المحبة بينهم. أسوأ على وزن أفعل، ماشي. وأصحابه وأقاويل، أقاويل صيغة منتهى الجموع، تالت حرف ألف جاي بعديه حرفين أو ثلاثة، وأواصر نفس الكلام. بس في حاجة بقى أنت مش واخد بالك منها. أنا قلت لك عشان الممنوع من الصرف يبقى مجرور بالفتحة يبقى نكرة مش مضاف إلى معرفة. انا عندي اسوأ بالرغم اللي هي على وزن افعل جاي بعدها كلمه بيها ضمير تعامل معامله المعرفه، يبقى كده مضافه الى معرفه، يبقى معرفه مش معايا، يبقى اسوأ مش معايا. فما اكثر ما اكثر هنا على وزن افعل، ماشي. نكره هي مصر ومش جاي بعدها كلمه فيها الف ولام. اقول لك بس كده رزم من خمسه صديقي، لان ما هنا اسم موصول بمعنى الذي. شفت بقى فيها الف ولام ازاي؟ بقت نكره زائد معرفه برضه تبقى معرفه مش معايا. من أقاويل حرف جر، أقاويل صيغة منتهى الجموع جاي نكرة مفيش بعدها كلمة معرفة بألف ولام تبقى هي أقاويل. بس أكمل. من أواصر المحبة، أدي حرف جر جاية نكرة مجرورة بس جاي بعدها ألف ولام تعمل معاملة المعرفة مش معايا. خالصة غزال. اللي بعده. الله، بحب أنا الدرس ده بعشقه. التركيز على اقتران جواب الشرط بالفاء. طيب قبل ما أتكلم في أي حاجة، أنا إمتى بحط فاء الجزاء في جواب الشرط؟ انا عندي شروط وعندي شويه حاجات لازم اكون عارفها. ايه هم؟ اسميات طلبيات وبجامد وما ولن وقد والتسويف. اسميات طلبيات وبجامد وما ولن وقد والتسويف. حلو. دول لما يبقوا في الجمله او يطلب مني يكون مقترن بالفاء غصب عني يبقى فيهم فين قبليهم، يبقى فيهم فين. طيب بيقول لي بين سبب اقتران جواب الشرط بالفاء في الجمله الاتيه. طيب اول حاجه احدد اسلوب الشرط بتاعي. اول حاجه اعملها ايه؟ احدد اسلوب الشرط بتاعي. طيب اسلوب الشرط بتاعي من ادي اداه الشرط، اعتصم فعل الشرط بحبل الله فاستمسك به فلا شيء يديره. الله. طيب في حاجه بقى كده هيجي لي واحد براس معزه يقول لي فاستمسك يا مستر هي يلا بسرعه. اقول له لا 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 لا، اتقل اتقل كده ورزمه. انا شرط اساسي يكون جواب الشرط دوت هو اللي مكمل لي المعنى وهو اللي عاطيني نتيجه فعل الشرط. تاني شرط اساسي ان يكون جواب الشرط ده هو اللي مكمل لي المعنى ويكون نتيجه لفعل الشرط. طيب لو هنسمعوا كلامك كده ونقف هنا، شفت انا مطيع ازاي؟ من اعتصم بحبل الله فاستمسك به. بعدين يعني ايه اللي هيحصل له؟ انا مش فهمتش حاجه. يبقى فاستمسك بيه كده مش معايا، حته حشو ملهاش لازمه. اكمل بقى. من اعتصم بحبل الله فلا شيء يضره. ماشي، انا كده برنس. ادي فلا. السبب هنا بقى ايه؟ ما تنساش يا صديقي ان من ضمن الجمله الاسميه خلاف اللي هي بتكون من مبتدا وخبر، ما تنساش ان النواسخ بتخش لي على الجمله الاسميه. طب ايه هي النواسخ اللي عندي؟ ان واخواتها.
كان واخواتها، كذا واخواتها لن نافيه للجنس، اهي دي لن نافيه للجنس. شيء، لا شيء، اسمها نكره اهو. بين دوت سبب اقتران جواب الشرط بالفاء، جمله اسميه. طب من ضمن الحاجات برضو اللي انا عايزك تعرفها، تمام، اهي جايه اهي، سبحان الله سبحان الله اهي. بص، من حدد هدفه فصار في طريقه فاعظم به. من ضمن الجمله الاسميه، تمام، اسلوب التعجب، لان انا عندي ما افعل، شكل ما افعل زائد المتعجب منه. تقول لي يا انت دخلت المتعجب منه ليه دلوقتي؟ اقول لك بس انا عندي ما هنا تعجبيه مبنيه على السكون في محل رفع مبتدا. امين. افعل فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجمله الفعليه في محل رفع خبر المبتدا ما. حلو، مش بقى عندي مبتدا وخبر؟ يبقى جمله اسميه. طب ايه الشكل الثاني لاسلوب التعجب؟ افعل بي اللي هي فاعظم بي، يبقى هنا جمله اسميه. متى كنت، متى كنت هنا امر طلبيه. متى كنت ذا عزم فسر بلا تردد، فان التردد مطيه الفتور. ادي متى كنت ذا عزم فسر، ما يجيش واحد يقول لي سين. فسر بلا تردد هنا امر، وانا عندي الطلبيه اللي هي ايه؟ امر نهي استفهام 8 رجاء، يبقى هنا امر. ماشي يا صديقي، يبقى هنا طلبيه. سبب اقتران جوابها، سبب اقتران الفاء بجواب الشرط امر طلبيه. اذا اردت النجاه فقد مش فقادها، فقد سفينتها بحذر، يعني اركب سفينتها بحذر، يبقى برضه هنا امر. أسكان مصر إن قضى الله بالنوى فثم عهود بيننا. الله الله الحلاوة. ظرف نكرة مبتدأ مؤخر أصلها عهود بيننا، عهود هناك، تبقى هنا جملة اسمية. نفس الفكرة نفس الفكرة نفس الفكرة. لا هنا بيقول لي اجعل من يعصي ربه يلقى أثاما. هنا جاي مجزوم، هنا جاي مجزوم، هو عايز يحط الفاء في جواب الشرط. اسهل طريقه اللي انا اخد الفعل احط له السين، يا اما اقول فسوف وما بعد سوف مضارع مرفوع. مضارع ماله يا صديقي؟ مرفوع. هتبقى فسوف يلقى. هرجع حرف العله، هرجع حرف العله اللي انا حذفته في الجزم. اركز عليه تاني يا غزال، اركز على ان فعل الجنس. الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي لا صانعا معروفا راض بان يضام الفقير. قم بتثنيت، قم بتثنيت الجملة السابقة هخليها مثنى. طيب الراجل بيقول لا صانعا معروفا راض بأن يضام الفقير. حلو الكلام. المفروض اقول ايه؟ هي لنا فعل الجنس بتعمل عمل ايه؟ بتعمل عمل ان، يعني تنصب ترفع، تنصب ترفع، تنصب ترفع. حلو الكلام. انا المثنى لما باجي انصبه بنصبه بايه يا صديقي؟ بنصبه بالياء والنون، بنصبه بالياء والنون. يعني انا المفروض اقول صانعين معروفا، صح؟ بس انا هنا هحذف النون للاضافه، هتبقى صانعي. معروفا رادن هتبقى راديان، مرفوعه بالالف لانها مثنى. اللي بعده ليس ذو المروءه بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. استبدل ليس، استبدل بليس لان فعل الجنس. حلو الكلام ده، جميل قوي الكلام ده. ادي لا، لا بتعمل ايه؟ بتعمل عمل ان تنصب. الاسماء الخمسه بتنصب بايه؟ تنصب بالالف. جميل. وانا عندي في اسم لن فعل الجنس المضاف شرط اساسي ان يكون المضاف اليه بتاعها نكره، هتبقى مروءه. يبقى لا ذا مروءة بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. البائع وطن لا يعيش عزيزا، نفس الفكره. التركيز بقى على الاساليب. الله على الجمال. نيلنا
العظيم كأني بمائك أتهادى من الجنان صغ أو صيغ من الفعل تعجبا قياسيا. معنى كلمة تعجبا قياسيا أنا عندي صيغتين مفيش غيرهم، ما أفعل زائد المتعجب منه، وأفعل ب زائد المتعجب منه. حلو، أدي واحدة، أدي كده الصيغتين معايا. جميل. شرط أساسي عشان أشتق من الفعل فعل تعجب وأعمل منه أسلوب تعجب لازم يبقى عندي شروط. إيه هي الشروط؟ ثلاثي تام مثبت غير منفي مبني للمعلوم. طيب هو فين الفعل اللي عندي؟ يتهادى. ثلاثي ولا غير ثلاثي؟ غير ثلاثي. معنى اللي هو غير ثلاثي هنعمله حركه انجليزي كده، هستخدم فيرب مساعد من عندي على وزن افعل زائد حاجه من الاتنين، يا اما مصدر مؤول يا اما مصدر صريح من الفعل. حلو الكلام. تبقى نيلنا العظيم كأني بمائك هتبقى ايه؟ أجمل ما أجمل تهادي. تهادي ديت المصدر من يتهادى. التنمر وتتبع عيوب الناس تفز بمحبتهم. الراجل بيحسني وبيحذرني من التنمر، بيحذرني من التنمر. طب استنى كده، احذر ايه؟ احذر التنمر وتتبع عيوب الناس تفز بمحبتهم. جميل الكلام ده، يبقى ده اسلوب تحذير. ومعنى اللي هو اسلوب تحذير فالمحذر منه اعرابه ثابت مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره احذر. خلصه. اللي بعده اسلوب الاختصاص. بص بقى يا صديقي، اسلوب الاختصاص خلاص الدرس ده في سطر، خلاص الاسلوب ده كده في سطر واحد. خلاصته في سطر واحد. بص يا صديقي، اسلوب الاختصاص ضمير زائد حاجه من التلاته، كلمه معرفه منصوبه، مضاف الى معرفه يعني كلمه نكره زائد الف ولام، يا ايها او ايتها زائد الف ولام مرفوع زائد باقي الجمله، ولكن تكون الجمله تمت خلاص، لازم تتم. والضمير يبقى نوعه هنا عندي متكلم او مخاطب فقط. خلاص. طيب تاني، اي درس اسلوب الاختصاص في السطر ده، يبقى انا عندي اسلوب الاختصاص لازم يبقى فيه ضمير متكلم او مخاطب زائد حاجه من الثلاثه، يا كلمه معرفه منصوبه يا مضاف الى معرفه يا ايها وايتها زائد الف ولام مرفوع زائد باقي الجمله وتكون تمت خلاص. طيب تعالى نمسكوا بقى البقين دول وننزلوا على الاختيارات. ايها الحليم انت الاقدر بادئ لي بايها الحكيم انت الاقدر شكرا على رزقك، مش عايز حاجه منك. انت حليم جايب لي ضمير زائد نكره، مش انا ما قلتش هنا نكره خالص، الا انا قلت ايه؟ نكره زائد معرفه. هنا الراجل جايب لي ضمير زائد نكره، مش معايا. كنت ذا حلم تقدر على ضبط، لا مش معايا برضه. قول لي ليه؟ طب مش معايا. طيب واحده واحده كده. طيب خد ما تخطفنيش. حاضر. كنت الضمير الموجود هنا مخاطب، ماشي، انت اهو. حلو. ذا حلم المضاف اليه جاي ايه؟ نكره، مش معايا. انما بص هنا، بص بقى هنا في المثال ده، انت اي ضمير مخاطب، الحليم جميل، اقدر على ضبط الفعل جميل قوي، هي دي بتاعتي. اعراب الحليم هنا ايه بقى؟ مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره اخص، ويمكن الاستغناء عن المختص في الجمله. انت اقدر على ضبط انفعالك، شكرا. تمام. اللي بعده
تركها بس بالمره كده هنا في اسلوب الاختصاص. انا عندي عندي المختص هنا اللي هو اي مختص مبني على الضم في محل نصب. مختص مبني على الضم في محل نصب، لان هو ممكن يقول لك اي عايز مختص مبني. طيب يبقى انا خلاص ادور على المختص بصيغه ايها، بشكل ايها. ميز الصياغه الصحيحه لاسلوب الشرط، حلينا عليه لسه عاملين اسلوب التعاقب. تعالى بقى على التركيز المبني للمجهول لا غنى عنه طبعا. ايها المخلصين، ايها المخلصون لقد عاين ان نشأت اداءكم فتمثلوه. بين الصيغه الصحيحه عند بناء الفعل للمجهول، وفي الفعل عاين. جميل. اول حاجه بعملها لما اجي ابني للمجهول، اول حاجه بعملها حذف الفاعل. حذف الايه؟ الفاعل. بعدين باخد الكلمه اللي كانت مفعول به بديها اعراب نائب فاعل وارفعها. تعال نطبقوا الكلمتين دول. عاين النشأ، فين الفاعل؟ النشأ. شكرا. في المفعول به اداءكم. ماشي. تعال بقى امسك لي الفعل. عاين نصه ايه؟ الف. يبقى عوين. عوين ايه؟ عوين ايه؟ اداء. الهمزه هنا على السطر هخليها على الضمه عشان هيبقى نائب فاعل مرفوع. هيبقى نائب فاعل ماله؟ مرفوع. بص الصياعه هنا بقى، بص الصياعه وحلاوه السؤال. علمني ابي اخلاقا عظيمه. علمني ابي اخلاقا عظيمه. حلو. مين اللي علمني؟ ابي. اشيله لان هو الفاعل، معلش حقك عليا. بقت علمني. هنا دي المتكلم صح. هتتحول الى تاء الفاعل، اللي هيبقى ساعتها هيبقى اعرابها ايه يا غزال؟ هيبقى اعرابها ساعتها نائب فاعل مرفوع. هتبقى علمت اخلاقا عظيمه. فين نائب الفاعل؟ قلنا الضمير المتصل. كفى تبقى كوفي. ماشي. يبيد، تعالى لي بقى هنا. يبيد هتبقى يبان. ماشي. طوفان المعلومات هو الفاعل، اشيله. فاقدي هنا كانت بالياء لانها كانت منصوبه. طيب انا هخليها نائب فاعل مرفوع. حلو. وجمع المذكر السالم بيرفع بايه؟ بيرفع بالواو. هتبقى فاقدوا، وهشيل النون برضو للاضافه الهويه. اللي بعده تركيز على انواع الواو. بص يا صديقي، حلوه دي. الراجل بيقول لي بين نوع الواو في الجمل السابقه. يظهر المتفوق والكتابين. جايه واو بعدها منصوب. جايه واو بعدها منصوب. طب كانت في حاجه عندنا اسمها ايه؟ المفعول معه. صح. كان في حاجه اسمها المفعول ايه؟ كان في حاجه اسمها المفعول ايه؟ مفعول معه. حلو. المفعول معه بيجي بعد واو بمعنى مع. بيجي واو بمعنى مع تسمى واو المعية، وتكون الجملة اللي بعد الواو مش كاملة. يظهر المتفوق مع الكتابين. أركز على إيه تاني يا غزال؟ ركز على الضمائر. ركز على الضمائر. طيب بص يا صديقي، أي ضمير منفصل هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. يبقى أي ضمير منفصل هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. ماشي. عندي إيه تاني؟ أي ضمير متصل باسم أو حرف جر هو ضمير متصل مبني في محل جر. في الاسم يبقى جر مضاف إليه، وفي الحرف جر اسم مجرور. عندي إيه تاني؟ عندي هيك. دي ضمير متصل ماله؟ مبني في محل نصب مفعول به. وأي ضمير متصل بإن وأخواتها هو ضمير متصل مبني في محل نصب اسمها. تعال نشوف السؤال بيقول لي إيه.
ميز ضمير الرافع. انا ما قلتلكش الا الايه، الا المنفصل، صح؟ بس في حاجه تانية، في حاجه تانية في محل رفع. الراجل بيقول لي الم تراني قد نظمت حديثها. تاء ايه دي؟ تاء الفاعل، وتاء الفاعل ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل، انما غناها هنا في محل نصب مفعول به. طب قصائدي هنا في محل جر مضاف اليه لانها متصله باسم. اللي بعده، أثرناهم وأنعمنا عليهم وأسقينا دماءهم الترابا. الضمير في محل نصب، شكرا، متصل بفعل، ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. الأهداف السامية يجب تحقيقها، الأهداف السامية يجب أن نحققها. الراجل عايز الهاء فيما تحته خط. أيوه أنهي خط؟ طب احنا ناخده الاتنين وخلاص. تحقيقها هنا اسم ونحققها هنا فعل. تحقيقها هنا اسم يبقى جر مضاف إليه، شكرا. نحققها هنا فعل يبقى نصب مفعول به. الله اعظم عزيزي والله. اللي بعده، ان لمن الحكمه ان تستثمر ثرواتنا البشريه وان نستغلها الاستغلال الامثل ليعود اثرها الايجابي على اقتصادنا الوطني. الكلمتان اللتان استندتا الى ضمير نصب في الجمله السابقه هما انه حرف ناسخ. انه حرف ناسخ. طيب معنى اللي هي حرف ناسخ، وانا لسه قايل لك ان اي ضمير متصل بان واخواتها او حرف ناسخ هو في محل نصب اسمها. ماشي. ان تستثمر ثرواتنا، هو خلاص هو عايز ضميرين، احنا كده طلعنا واحد نصب. ان تستثمر ثرواتنا البشريه، هنا ثرواتنا الضمير جاي في اسم مش معايا. البشريه وان نستغلها، الهاء في الفعل يبقى في محل نصب مفعول به. اللي بعده غزال، نفس الفكره عشان عايزين نكسب وقت، شرحتها امبارح، عايزين نكسب وقت. اللي بعده التركيز على النواسخ، التركيز على النواسخ. الراجل بيقول لي ايه؟ الحياة مغامرة جريئة، الحياة مغامرة جريئة فيها أشخاص يقومون بأعمال جليلة. اعرف ما تحته خط. الحياة مغامرة جريئة فيها أشخاص، إيه ده؟ مش لسه قايل لك أنا إن شبه جملة زائد نكرة مرفوعة يديني مبتدأ مؤخر، يبقى أشخاص هنا مبتدأ مؤخر. اللي بعده، النجاح في الحياة طريقه ليس سهلا. نوع خبر المبتدأ هنا، الله ركز لي بقى. النجاح مبتدأ، ماشي. النجاح ماله؟ طريقه ليس سهلا، جميل. طريقه كلمة بها ضمير تعود على المبتدأ، صح؟ يبقى طريقه ديت طريق مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الايه؟ الضمة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. ليس فعل ناسخ، سهلا خبر ليس لأن أصلها ليس هو، تمام؟ وليس بتعمل عمل كان ترفع تنصب، يبقى ليس هو ماله؟ سهلا. والجملة دي والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأولاني. لا أنا مش كده، أنت بدأت إيه؟ تتكلم بسرعة ويقول لي واحدة واحدة. بس كده عينيا، حاضر، يا سلام، بس كده عينيا. ركز ولا كأني قلت حاجة، ركز يا بابا. عايز نوع خبر المبتدأ، أدي المبتدأ. النجاح مبتدأ، ماشي، واحدة واحدة، حلو. النجاح ماله؟ طريقه ليس سهلا، حلو. ايه اللي خلاني اعرف ان طريقه ليس سهلا؟ هي الخبر، لان ضمير يعود على النجاح، يبقى طريق هنا مبتدا ثاني، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، حلو. مش المبتدا الثاني ده عايز خبر؟ خبره جمله ليس سهلا، حلو.
ليس سهلا دي خبر المبتدأ الثاني اللي هو مين؟ طريقة، جملة فعلية. حلو الكلام. ادي كده اصبح عندي مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، نوعه جملة اسمية، والجملة الاسمية في محل رفع خبر المبتدأ الأول اللي هو النجاح. محتاجة شوية مجهود وتركيز مع القاعدة تطبق، خلي الجملة هي اللي تنطق. النجاح ماله؟ طريقه ليس سهلا. طب الطريق ده ماله؟ ليس سهلا. وصلت؟ يبقى طريقه ليس سهلا هي ديت جملة اسمية في محل رفع خبر المبتدأ مين؟ النجاح. تقول لي يا مستر ما انت لسه قايل جملة فعلية. ما انا قايل جملة فعلية ديت يا حبيبي بتاعت المبتدأ الثاني يا بابا. ركز يا قلبي. أسمى رسالة نقدمها للعالم كله، أطفال يقدرون على الإبداع. هذه مسرحية لها حوار بارع. الله بينا كل دوت نجيبوا الخبر منه، ماشي نكسب وقت. لسه حلينا. ركز لي هنا. حتة واحدة ستة دي. إنما يرى ذو الفضل مكارم الأخلاق، إنما أنتم مخلصون، إنما نحن أولو عزم وقوة. الراجل بيقول لي شيل ماء. طب دي ماء إيه؟ مال كف. دي مال إيه؟ مال كف. وأنا جيت قلت لك مال كفة تبطل عمل ما قبلها، تخلي اللي قبلها ملوش أي 60 لازمة، بتبطل عمله، بتشيله. طب أنا عندي إن كانت بتعمل إيه؟ أصلا في الأساس بتنصب ترفع. حلو. لما دخلت مال كفة ايه اللي حصل؟ رفعت لان هي بطلت عملها. جميل. انا دلوقتي هشيل ما، يبقى انا هرجع عمل ان لعمله. يبقى ان بتعمل ايه؟ تنصب. طيب هنا ديت ملحق بجمع المذكر السالم ينصب بالايه؟ ينصب بالياء. يبقى لا ان ذوي الفضل ان يرعى ذوي الفضل مكارم الاخلاق. طيب انما انتم مخلصون. اشيلها. حلو شلتها. ينفع اقول ان انتم مخلصون؟ لا. لما الاقي ضمير منفصل احطه في حرف ناسخ، خليه ضمير متصل، تبقى انكم مخلصون. يبقى كم اللي انا حطيتها دي ضمير متصل مبني في محل نصب اسم ان، وجبت خبرها مرفوع زي ما هو. طيب اللي بعده. انما نحن اولو عزم وقوه. حلو الكلام. اشيل ما، شلت ما. ان تعمل ايه؟ تنصب ترفع. جميل. عندي نحن ضمير منفصل لازم احطه مع ان، هتبقى اننا مالنا اولو عزم وقوه زي ما هي. اللي بعده. ابوك ذو عقل رشيد لعل شباب مصر مستنير العقول. ادخل كانما على الجمله الاولى وكان على الجمله الثانيه. حاضر يا بان ده انت اللي انت عايزه. قال لي ايه؟ كانما. حطيت لي فيها مال كفه. جميل. ومال كفه بتبطل عمل ما قبلها. حلو. احب اقول لك ان انا هعمل كده بس. كانما ابوك ذو عقل رشيد. بس ما عادش حاجه. ليه يا مستر؟ لان مال كفه بتبطل عمل ما قبلها. انما لو كان قال لي حط كأن، كنت نصبت ابوك ورفعت ذو. انما بما ان اللي بتبطل عمل ما قبلها فانا هسيب الجمله زي ما هي، مش هتاذيني لانها كده كده ملهاش لازمه. ركز. ما تفكرش في الغلط، انت معاك قاعده تمشي عليها. فكرت تغلط لان انت هتيجي في بالك ما طب انا بقعد احط كأن انزل الجمله زي ما هي، يعني بعد ما احط كأنما انزل الجمله زي ما هي، انا عملت ايه؟ ولا حاجه. انت طبقت لي الشروط اللي هو عايزها. طب انما لو قال لي كأن بس، كنت نصبت ابوك ورفعت زوم، لان كأن من اخوات ان بتنصب ترفع. وصلت؟ طيب اللي بعده. عايز بقى يحط مين؟ كان مكان مين؟ لعل. طب ولعل بتعمل ايه؟ بتنصب ترفع. بتنصب ترفع. انا هعمل ايه؟ هعمل عكس، لان كان بترفع تنصب. تبقى كان شباب مصر مستنيري العقول. اصلها مستنيرين بس انا حذفت النون للاضافه. يبقى انا كده طبقت اللي هو عايزه. اللي بعده. الله.
حرف الجر الزائد تن ترارارن تن تن، ركز بقى معايا. حرف الجر الزائد، هو فين حرف الجر الزائد الاول؟ اقرا المثال. الراجل بيقول لي ليس الماجد بذي طمع يشين. انا عندي الباء حرف جر زائد يدخل على خبر ليس. تاني، الباء حرف جر زائد يدخل على خبر ليس. حلو. بيعمل ايه في خبر ليس؟ بيخلي خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا. طيب، هو بقى عايزني اشيل حرف الجر الزائد، عايزني اشيله. ماشي، فين مش ايه اللي مضايقك؟ اهو شيلته. هي ليس بتعمل ايه؟ ليس بتعمل ايه؟ بترفع تنصب. حلو. رفعنا الماجد، لا مؤاخذه يا ماجد. شلنا الب، هل هسيبها زي؟ لا، تبقى زوم، لان الاسماء الخمسه ترفع بالواو. المثال اللي بعده. بدأ الطلاب يستعدون للامتحان بهمة ونشاط. بدأ الطلاب يستعدون للامتحان بهمة ونشاط. اخلوا لفظ المؤمن ألا ينقض الميثاق. عسى محب الخير أن يعظم شأنه. بين حكم اقتران الخبر بأن. ماشي عينيا. بدأ دي أفعال إيه؟ شروع، صح؟ يبقى شروع ممتنع. شكرا. حلو. اخلوا لفظ المؤمن ألا ينقض الميثاق. يجي واحد بقى يقول لي هي فين ان اصلا يا مستر؟ يا عم وحد الله، قال اهي مكونه من ان زائد لا. كده وضحت لك؟ البس نظاره. واخلولاقه حكم اقترانها بان ايه؟ يجب، غصب عني. طيب عسى، عسى محب الخير ان يعطي. طيب عسى حكم اقترانها بان ايه؟ يكفي. اللي بعده. لسه حلين واحده شباب. لولا المشقة ساد الناس كلهم. كلهم. بعد لولا مبتدأ مرفوع. اللي بعده. استثناء استثناء استثناء. الله. مصر تحتضن الجميع إلا أعدائها ولا غير أعدائها ولا ما خلا أعداؤها ولا حشا أعداؤها. ها. أولا، لما أجي أتكلم عن الاستثناء أنا لازم أعرف أنا فين. لازم أعرف أنا فين. هل أنا في تام مثبت ولا في تام منفي ولا في ناقص منفي؟ أبص للمثال. أنا عندي الجميع. يبقى تام. مثبت ولا منفي؟ مثبت يا مستر عشان مفيش نفي. حلو. معنى اللي هو مثبت يبقى انا هتعامل طبيعي عادي، احط الا وما بعدها مستثنى منصوب. ماشي، انا خليني وراك. ومستثنى منصوب والاختيارات عندي كلها همزات. وانا من اول ما بدات معاك قلت لك شكل الهمزه في النصب على ايه؟ على السطر. يبقى فين اختياري؟ الف. طب ليه يا مستر معلش ما اخترتش ب؟ لان غير بيجي بعديها مضاف اليه مجرور. غير. سيبك بقى من حته اللي هي بقى تام، سيبك من اللي هي حته تام مثبت. ليه ما اخترتش ب؟ لان غير بيجي بعديها مضاف اليه مجرور وانا جايب لي الهمزه هنا نصب مش معايا. معايا يا صديقي؟ ما خلا بيجي بعديها مفعول به منصوب وهنا جايبها لي جر مش معايا. حاشا بيجي بعديها ايه؟ حاشا بيجي بعديها ايه؟ اسم مجرور عامل جريه كسره او ايا كان، هنا يبقى كده المفروض تبقى هنا غلط برضه. اللي بعده. لم يحضر من الضيوف الا. انا عندي نفي واستثناء. يبقى ده ناقص منفي ولا تم منفي؟ ابص. لم يحضر من الضيوف الا. يحضر من الضيوف الا. حلو. ده تم ايه؟ تم منفي. ماشي، عشان الضيوف واخوك من الضيوف، خلي بالك اخوك برضو من الضيوف. حلو. يعني اللي جاي لي هنا ايه؟ اللي جايني فاعل، والفاعل ماله؟ مرفوع. حلو. والاسماء الخمسه بترفع بايه؟ بالواو. يبقى في اختياري الف. شكرا. عند وضع غير مكان الا تكون. حلو. اول حاجه، اول حاجه
عندي قاعدة ثابتة إن بعد غير وسوى لسه قايل لك مضاف إليه مجرور. مضاف إليه ماله؟ مجرور. حلو. يبقى هنا القليلي لم تهتم دور النشر بكتب الأطفال غير، حطها زي ما هي. بس أنا لازم أحط عليها تشكيل عشان أعرف الراجل ده لو جات لي مقالي، بس هي كده هتيجي اختيارات. لو جات لي مقالي لازم أعرفه التشكيل، ولازم أنت تعرف التشكيل اللي أنت هتحطه على غير. هنا غير هتبقى أحط عليها إيه؟ ضمة ولا أحط عليها فتحة؟ أحط عليها فتحة لأنها هتاخد إعراب اللي كان بعد إلا منصوبة. قال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين منذرين. إعراب كلمة مبشرين. سؤال لذيذ. سؤال لذيذ وجميل. سؤال لذيذ وجميل. أولا الأسلوب ده ناقص منفي. ماشي. معنى لو ناقص منفي يبقى أنا هعمل كده. أدي ما وإل شلته. نرسل المرسلين مبشرين. كده الدنيا وضحت. نرسل المرسلين مبشرين. مبشرين مين مضمومة؟ كسر ما قبل الآخر. مين مضمومة؟ كسر ما قبل الآخر. وجايه لي نكرة ومنصوبة، وأنا لسه قايل لك من شروط الحال نكرة منصوبة مشتق بحال منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. اللي بعده ده خلاص خلاص خلاص. نفس الفكرة. ما قرأ الطالب الدرس إلا حرصا على النجاح. ما دي إلا. قرأ الطالب الدرس ليه؟ ليه قرأ الدرس؟ حرصا على النجاح مفعول لأجله. اللي بعده التركيز بقى إيه؟ على اتصال الفعل بالضمائر. الذي لسه حلينها أول ما دخلنا. اللي بعده التركيز بقى على الممنوع من الصرف. لسه حلين المثال دوت فوق. تعالوا بقى على المثال ده. أجمل بسحائب الرضوان وهي تمطر الأمل في قلوبنا وتسكن من لواعجنا فتستبشر بحظ أوفر. جميل. الممنوع من الصرف المجرور بالإيه؟ بالفتح. كنت لسه قايل لك قاعدته فوق. شرط أساسي يجي لي إيه؟ نكرة غير مضاف لمعرفة. امسك البقين دول ونروح نطلعوا الأول الممنوع من الصرف. أجمل بسحائب. هنا أجمل بسحائب دوت أصلا هنا فعل ماضي مبني على الفتح جاء على صيغه الامر. ده كده اسلوب تعجب مش معايا. شكرا بعد اذنك مش عايز. وتمطر الامل في قلوبنا وتسكن من لواعجنا. صيغه منتهى الجموع ثالث حرف الف جاي بعديه حرفين بس متصل بضمير، والضمير دوت مضاف اليه لان انا لسه قايل لك اي ضمير متصل باسم ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. يعني دي كده مضافه لمعرفه صح؟ مش معايا. ماشي شكرا. فتستبشر بحظ اوفر. حظ اوفر ايوه على وزن افعل. والراجل اساسا جايبها في اخر الجمله شكرا منه مش جايب بعدها حاجه وجايه نكره يبقى مجروره بالفتحه ودمتم سالمين. اللي بعده ضع اقوى عامل في جملتين الاولى مجروره بالكسره والثانيه بالفتحه. ده شغل حضانه. ان للعلم مجالات متعدده. ان للعلم مجالات متعدده تحتاج الى مساع كثيره قمت بمهام كثيره كم من جرحى في المعارك. اعرف ما تحته خط. حاضر. مساعي صيغه منتهى الجموع اصلها مساعي. ماشي. عشان جايه مجروره فانا حذفت الايه؟ الياء. ماشي. مساعي النكر. جميل. جاي بعدها كثير نكره. الله اكبر. يبقى هنا ديت مساع اسم مجرور بالفتحه. إن للعلم مجالات متعددة تحتاج إلى مساع كثيرة. جميل. اعرب ما تحته خط. حاضر. مساع هنا صيغة منتهى الجموع ثالث حرف ألف جاي بعديه حرفين. هتقول لي يا مستر ده حرف واحد أنت إيه؟ المدرسة اتمسح. أقول لك لا ده أنت عيب. مساع هنا حذفت منها الياء لأنها جاية نكرة مجرورة. ماشي. يبقى دي مجرورة بالفتحة ليه؟ لأنها ممنوعة من الصرف. حلو. نكرة زائد نكرة يديني نعت بشرط تنتصف ما قبلها يبقى كثيرة نعت. شكرا. اللي بعده قمت بمهام كثيرة. نفس الفكرة. مهام كثيرة
كم من جرحى. جرحى دي جمع على ولا مفرد؟ جمع. من جايه قبل كم ولا بعدها؟ لا يا مستر جايه بعدها، يبقى دي خبريه. يلا صح. يبقى ده تمييز مجرور. اللي بعده. الله على السؤال اللي بعشقه. السؤال ده انا بعشقه. 2026 اساسي. ميز الجمله التي ورد بها اسم معرب بعلامه فرعيه. ماشي. تطورت فنون الادب في العصر العباسي تطورا ملحوظا. في حاجه من العلامات الفرعيه في اول جمله؟ لا. ان اصوات البلابل وهي تغرد تاثر القلوب. يجي واحد بقى عيل مفتح يعجبني، انا احب الناس دي، يقول لها مستر اصوات اخرها الف وت، دي جمع مؤنث سالم وبتنصب بالكسره مستر. اقول لك كلامك صح. انا اقول لك كلامك صح فوق دماغي من فوق. بس يا غزال، هل اصوات فعلا جمع مؤنث سالم؟ قول لي والله يا مستر بص انت كده بدات تشك في نفسك. طب اعرف ازاي؟ جيب المفرد بتاعها. مفرد اصوات ايه؟ صوت. معنى كده ان الته دي اصليه مش زياده، صح؟ يبقى اصوات هنا جمع تكسير مش جمع مؤنث، يبقى مش معايا. ركز حته صغيره وبتتلخبطكوا كتير وجابها اكتر من مره، يبقى تاني الحته دي ركز معايا. عندي اصوات، طلع لي واحد يقول يا مستر اصوات اخرها الف وت، تمام، وجاي بعدها ان، وان بتنصب، وجمع المؤنث السالم بينصب بالكسر. اقول له انت صح، بس اصوات هنا، هل اصوات هنا جمع مؤنث سالم؟ تبدا انت بقى تشك هنا. اقول لك ليه يا عم؟ جيب مفردها. مفرد اصوات ايه؟ صوت. حلو. لقيت ت. معنى كده ان الت دي اصليه. جميل. ومعنى ان الت اصليه فاصوات هنا جمع تكسير. طب لو ما لقيتش ت تبقى جمع مؤنث سالم. هل كده دي معايا؟ لا. اللي بعده. ينبغي ان نعالج اخطاء ابنائنا بقلوب ارق وصدور ارحب. جميل. قلوب ارق نكره جاي على وزن افعل، جاي بعدها حاجه؟ لا. ماشي كمل بس. وصدور ارحب، ارحب على وزن افعل، جاي بعدها حاجه؟ لا. يبقى دي كده ممنوع من الصرف، مجرور بالفتحه اللي هو العلامه الفرعيه اللي بيدور عليها. ماشي. يبقى هي دي اجابتنا. بس نكمل الاختيار الرابع. هيئة مصر لأبنائها ميادين التفوق. ميادين صيغة منتهى الجموع بس جاية مضافة إلى معرفة، وأنا قايل لك ما تجيش مضافة إلى معرفة. اللي بعده. التركيز على البعد الفعلي كفى. بص حاجتين صغننين في كفى كده انا عايزك تاخدهم ايه؟ تاخد بالك منهم. حاجتين صغننين عايزك تاخد بالك. كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمعه. وخلي بالك دي كبيره من الكبائر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك كبر مقتا على المرء ان يتحدث بما سمع. كبيره من الكبائر. تمام؟ خلي بالك بقى من نفسك. كفى بالمرء، الباء هنا حرف جر زائد. ماشي. المرء هنا فاعل. امين. ان يحدث مصدر مؤول في محل نصب مفعول به. حلو. انت مستر شقلبت اسما ليه؟ لا ما تقلها رزقك، مش هشقلبك، ما تخافش انت امانه في رقبتي يوم الايام. كفى في جملتها نكره منصوبه يديني تمييز منصوب. الابتسامه باينه على عينيك انا شايفها. يبقى تاني، كفى بالمرء اسما ان يحدث بما سمع. الباقي هنا حرف جر زائد. امين. يبقى المرء فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. حلو. اسما نكره منصوبه بعد كفى يبقى تمييز منصوب. جميل. ان يحدث مصدر مؤول في محل نصب مفعول به. شكرا. كفى بالله حسيبا لسه عارفينها فوق. التكرار غلط. يلزم خلق الحياء. سؤال لذيذ. صغ
او صيغ من الفعل السابق اسم فعل موجها للمفردة المؤنثة. هو في الفعل يلزم. حلو. انا كده بحس او بأمر، يعني كده بحس او بأمر، يبقى انا اللي محتاجه هنا اسم فعل امر قياسي. حلو. واسم فعل الامر القياسي زي ما قلت لحضرتك قبل كده بيجي على وزن فعالي. ماشي. فعالي. حلو. يبقى دوت اللي انا هجيبه هتبقى اللي مين. حلو. بمعنى الزامي. بس ما تجيش انت بقى تقول لي ايه بقى مصر انا بكلم بنوت يا عم على عيني وراسي، ما انا احط لها بقى ايه في الاخر تبقى لزامي. لا ده هناك. خلي بالك بقى ان ده شكله ثابت مع المفرد المثنى المفرد المؤنث والمفرد المذكر والمثنى والجمع والجن الازرق. ده ستاندر ثابت، ده كده منظره ثابت ما بيتغيرش فيه اي حاجه. تمام. اللي بعده قال الشاعر هيهات ان تنسى البلاد حدادها وان تسترد جمالها المسلوبه. اعرب ما تحته خط، وفين اللي تحته خط انا هحط لك خط. ان تنسى. ماشي. ان تنسى دوت جاي بعد ايه؟ جاي بعد هيهات. حلو. وان تنسى ده ايه اصلا؟ مصدر مؤول. جميل. لانه بيتكون من ان زائد المضارع، يبقى ده مصدر مؤول في محل رفع فاعل. ليه يا مستر قلت فاعل ما قلتش مفعول؟ لان هيهات اسم فعل ماضي بمعنى بعده بيجي ما بعدها فاعل. طيب اهو جميله. اسم فعل قياسي اللي هو مين؟ الامر. فين المثال؟ هتبقى على وزن فعالي. طيب الجمله اللي بعدها، الجمله التي تشتمل على اسم فعل امر. فين؟ اليك الكتاب الذي يفيدك، ولمن يقصر في حق وطنه، هيهات تجدي الندامه، شتان بين عالم وجاهل. هيهات هنا بمعنى بعده، ده اسم فعل ماضي معايا؟ لا. شتان هنا بمعنى افترق. خلاص افترق. اسم فعل ماضي معايا؟ لا. ولمن يقصر في حق وطنه ده اسم فعل مضارع معايا؟ لا. إليك. طب ليه يا مستر إليك؟ لأن إليك هنا بمعنى خذ. بمعنى إيه يا حبيبي؟ خذ يعني. خذ. يبقى خذ الكتابة الذي يفيدك فعل أمر. محل الجمل طبعا ده أساسي لا غنى عنه. في بعض الحاجات اللي احنا قلناها أساسية لا غنى عنها في الامتحان. لا تتمادى في مجادلة أحمق يرى الباطل حق. يعني ما تجادلش واحد نشف دماغه. ماشي. لا تتمادى في مجادلة أحمق يرى الباطل حق. طب قبل ما نخشه هديك مفتاح صغنن كده. نكرة زائد حاجة من الاتنين، يا كلمة بها ضمير يا فعل. يا كلمة بها ضمير يا ايه يا صديقي؟ يا فعل. يديني يا مستر؟ يديك نعت جملة. يديك نعت يا صديقي؟ نعت جملة. تعال نطبقوا الكلمتين دول. أحمق كلمة ايه؟ نكرة. جاي بعدها ايه؟ فعل. حلو. يبقى أنا مغمض عيني في محل كذا نعت. ايه كذا دي يا مستر؟ رفع او جر او نصب. طب اعرفها ازاي يا مستر؟ على حسب اللي قبلها. لا تتمادى في مجادلة احمق مضاف اليه مجرور، يبقى هنا جر نعت. اللي بعده من ظل في التجميع ينفق عمره. فمتى يكون باكليه السماع؟ ركز كده يا معلم. الذي ظل فعل ناسخ. ظل مين؟ هو. يعمل ايه؟ ينفق. يبقى ايه؟ رفع نصب خبر ظل. اللي بعده افضل الناس ما بين الورى رجلا تقضى على يده حاجاتي. انا قايل لك نكره زائد فعل او كلمه بيها ضمير يديني نعت. بس في حاجه انا مش واخد بالك منها. ما تجيش انت تقول لي تقضي على يدهم
دي نعت عشان رجل. لا 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 لا، رتب جملتك. اصلها ايه؟ حاجات تقضى على يده، حاجات برضو نكره، يبقى هنا ديت في محل، في محل ايه؟ جر نعت. اللي بعده لو واذا. حلو، جميل قوي. كم سؤال اللي جايين دول حلوين لزاز. لو هي اداه شرط غير جازمه. حلو، ده شرط غير جازمه. بس مش معنى اللي هي اداه شرط غير جازمه اللي هي ملهاش فعل شرط ولا ملهاش جواب شرط، لا، فيها ليها فعل شرط وجواب شرط زي باقي الناس عادي يعني. يسعى فعل الشرط. لو يسعى الإنسان في الخير فسوف يثاب من الله، جملة جواب الشرط. جواب الشرط لمين يا عم الحاج؟ للو. إذا ضاق صدر المرء لم يصف عيشة ولا يستطيب العيش إلا المسامح. الراجل عايز المحل الإعرابي إذا ضاق صدر. حلو. بص يا صديقي، إذا حتة صغننة هنا إيه؟ إذا حاجة من الاتنين. أولا إذا زي لوها غير جازمة. خلاصة الكلمتين دول. إذا لو سألني فعل الشرط يبقى جر مضاف إليه. لو سألني في جواب الشرط يبقى لا محل لها من الإعراب. طب هنا هو بيسألني في إيه؟ في فعل الشرط عشان لازق فيها أهو. يبقى جر مضاف إليه. اللي بعده إن من يعشق أسباب العلا يطرح الأحجام عنه والحذر. إن من يعشق أسباب العلا يطرح. إن الذي يعشق أسباب العلا ماله؟ يطرح. خبر إن. اللي بعده لم أرى كالسماحة من دليل. نكرة جاي بعدها فعل، جملة نعت. اللي بعده إن من ما أينما تمهما أينما كيفما حيثما. إن من ما أينما تمهما أينما كيفما حيثما. هتبقى فسع إليه، جملة جواب الشرط. لعل أبناؤنا يبنون. لعل أبناؤنا يبنون، تبقى هنا خبر لعل. بالتوفيق يا غزال، وعايزك بقى تركز معايا في الكام قاعدة اللي أنا هختم بيهم دول كده بسرعة. كام قاعدة هختم بيهم كده سريعا. إن خير الرجال من كان بطيء الغضب سريع الفهم. سؤال جميل جابوا لك في استرشاد 26. سؤال لذيذ، سؤال لذيذ. كان عايز خبر الناسخ، كان عايز خبر الناسخ وسكت. تمام. فين الناسخ اللي عندي؟ عندي إن وعندي كان. حلو. إن خير. خير مين؟ خير اسم إن. حلو. الرجال مضاف إليه. حلو. إن خير الرجال ماله؟ الذي. حلو، خبر مفرد. جميل. بس المفاجأة بقى إيه؟ إن ما كانش فيه الاختيارات أصلا مين خبر مفرد. طيب. كان بطيء الغضب سريع الفهم. حلو. كان مين؟ هو. كان هو ماله؟ بطيء الغضب، برضو خبر مفرد. حلو. المفاجأة الأكبر إن ما كان بطيء الغضب مش موجودة في الاختيارات. أمال إيه يا مستر؟ في حاجة عندك يا صديقي اسمها تعدد الخبر. تعدد الخبر اللي هو ممكن يجيب لي خبر واثنين وثلاثة، وجابها كذا مرة في استرشاد 26 السنة دي في الامتحانات ال10 اللي نزلوا لك أكتر من مرة. تمام؟ من كان بطيء الغضب سريع الفهم. وأنا لو عملت كده الجملة هتخس؟ لا. إن خير الرجال من كان سريع الفهم، وكان من ضمن الاختيارات سريع الفهم خبر مفرد. طيب
معظم الناس، معظم الطلبه كان من ضمن الاختيارات كان بطيء. راح اختارها لي. اخترتها ليه يا صديقي؟ اخترت ليه كان بطيء يا صديقي؟ ما انت عندك من بمعنى الذي، من بمعنى الذي، من بمعنى الذي كان خبر مفرد، وكان بطيء دي كده جملة صلة الموصول، جملة صلة الموصول. حلو. وانت عندك ان جملة صلة الموصول لا محل لها من الاعراب، لا محل لها من الايه؟ من الاعراب. يبقى انا كان فين اختياري؟ سريع الفهم، خبر مفرد. ركز يا غزال معاك قاعدة، خلي الجملة هي اللي ترد عليك. بالتوفيق، اشوفك على خير.